يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده وصفه سهله وسريعه وصحيه في نفس الوقت. هنعمل فراخ محشيه مع فراخ بالخضار محشيه فريك. معايا هنا دي معلقه صلصه عليها دبس رمان، ومعايا الفرخه، ومعايا هنا بصل وطماطم متقطعين كده شرايح، وعندي هنا الخضار مشكل، ومعايا ملح وفلفل اسمر وبهارات مشكله. هننزل كده على الصلصه ومعلقه دبس الرمان، ده اللي هندهن بيه الفرخه من بره ومن جوه، ونغلفها كده. ومعانا كمان فريك. نبتدي بقى كده بسم الله ونصلي على الرسول. حطي لايك بقى للفيديو لو عجبك المحتوى. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اوسع بس الدنيا شويه اهو. هنجيب بقى كده بطلة الحلقة، ونبتدي ندهن الفرخة كده من بره ومن جوه زي ما انتم شايفين كده، ونركنها على جنب تتبل شوية. هجيب بقى هنا الخضار بتاعي، انا هسويها في الطاجن. انت ممكن تسويها في صينية عادي زي ما تحبي، بس انا هسويها في الطاجن عشان هدخلها في الفرن. حط بقى كده الخضار، الخضار المشكل ده كوسة وفلفل وبطاطس وجزر، كل الخضار اللي عندك حطيه، ومعاهم الطماطم والبصل والتوابل والملح، دي بهارات مشكلة، وشوية فلفل اسود وشوية ملح، مش اكتر من كده. ما كتريش بهارات عشان الاكل يبقى طعمه حلو. زي ما انتم شايفين كده. هتبل برضو الخضار واركنه على جنب. احط بقى اجيب بقى كده الفريك بتاعي اللي انا هشوحه. معايا هنا معلقة سمنة في طاسة على النار. استنى بس السمنة تسخن شوية. هنزل بقى عليها بالبصل. دي بصلاية كده انا مقطعاها خشن شوية كده بالسكينة، مش فرماها في الكبة ولا حاجة. ادبل بقى كده البصل وانزل عليه بالفريك زي ما انتم شايفين كده. نزلنا كده بكمية الفريك اللي معانا ده، حوالي نص كيلو فريك على الفرخة بتاعتي اهو. زي ما انتم شايفين كده. احط ملح، فلفل اسود، مش هحط اكتر من كده عشان احنا متبلين الخضار ومتبلين الفرخة. بس انا يعني بطعم الفريك بتاعي عشان ما يبقاش دلع. زي ما انتم شايفين كده. تاني بقى اشوحه كده لحد لما يتغلف بالسمنة، وهنزل عليه بكوبايتين مية اهو. ادي كوباية ودي التانية، وهغطيه واسيبه يستوي نص سوا. جبنا بقى الفرخة بتاعتنا بعد ما اتبلت شوية، وجبنا الفريك بعد ما سويناه نص سوا. نبتدي بقى نحشي. انا بقى بحشي كده من جوه، وخلي ما بين الجلد واللحم كمان عشان تاخد اكبر كمية حشو. حطوا لايك بقى متنسونيش اهو. بحشي بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، وبقفل عليها بخلة اهو. زي ما انتوا شايفين كده مقفلاها بالخلة، وهحطها كده في البرام مع الخضار المشكل ده، وهغطي عليها وهدخلها الفرن تقريبا كده من ساعة لربع ساعة، مش اكتر من كده. بتستوي بتبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده اهو. هغطي بقى عليها وهدخلها كده الفرن. هتاخد حوالي ساعة الا ربع ساعة. وهرفع بقى كده الفويل دوت من عليها اخر 10 دقايق، تاخد المنظر الجميل ده. وزي ما انتوا شايفين كده. وبقيت الفريك كمان كملت سواه، وحطيته كده تحت منها في الارضية. بصوا بقى الجمال، شايفين المنظر؟ وده كمان الخضار اهوت مستوي وريحته زي العسل. جربوه بقى ان شاء الله تعجبكم. ومتنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة.